السلام عليكم. انا عامه ما بحبش اشبط في المواضيع لسه طالعه، بس موضوع عبد الرحمن لازم اتكلم فيه. دلوقتي واحده ست عايزه تربي بنتها ومش عايزه حد يقرب منها. انتوا مالكم؟ احنا مالنا؟ انتوا ازاي بتلوموا على البنت وامها؟ احنا بنلومها ليه؟ بنتريق على نطقها؟ ده اللي احنا فالحين فيه؟ بنتريق انها مش عارفه تنطق وفرحانين بابو عبد الرحمن اللي قال جمله ملهاش اي لازمه، جمله اصلا بتعمل مشاكل طول عمرها بقت بتضحك اللي عنده معزه يلمها. طب ما هو ده نفس موضوع التحرش بالظبط. الناس اللي ضد التحرش تقول لك مالكش دعوه بلبس البنت، مالكش دعوه بحريتها. طيب مالكوش دعوه بالبنت، ما هي دي صغيره ومش فاهمه، نتعدى على حريتها ليه؟ ما هو مبدا واحد، ما فيش مبدا بيتجزأ، تحسبوا المبادئ على حسب المواقف. هي ست حره في اللي يخصها، وهو الراجل حر في تربيه ابنه. هو راجل حر مش عايز يربي ابنه، دي حاجه تخصه بس ما ياثرش على غيره. ده لو فعلا ابو عبد الرحمن فعنده مشكله في ابنه وفي نفسه، ولو ما كانش ده ابو عبد الرحمن ما فيش راجل بيتكلم كده يا حبيبي، ما فيش راجل بيردح، ما فيش راجل رداح. انا شويه شويه هسمع صوت صاجات وانت بتتكلم، ويا حبيبتي ومش حبيبتي، في ايه يا عم؟ انت بتقعد مع مين عشان تتكلم كده؟ نوعيه الناس اللي بتقعد معاهم ايه عشان تتكلم بالطريقه دي؟ وبعدين واضح ان انت ما بتراعيش ارواح الناس، وانت بتعمل ريكورد بتسوق. افرض خبطت حد جبت له شلل، انا ما بلومش على الولد الصغير ولا هلوم على البنت. الولد الصغير واضح ان هو عنده مشاكل، وطفل اعدائي ضرب البنت عورها قبل كده. البنت الصغيره هتعمل ايه؟ ما هي بنت صغيره، بنت وصغيره. ولا هلوم على الام انها دخلتها مدرسه مختلطه، ما براحتها، ما كل واحد حر. وما دام دخلتها مدرسه مختلطه خلاص نغتصب البت، هي تستاهل؟ هي اللي لابسه كده؟ يا عم انت مالك؟ الله، هو واحد ماشي بفلوس في جيبه تقول انت اللي حاطط فلوس في جيبك ليه؟ هسرقها منك؟ لما انت مالك؟ افرض المدرسه دي قريبه منهم، افرض المدرسه دي مستواها كويس، هو ده حلك للمشكله؟ ابني يبوس اللي يبوسه؟ ما انت ممكن تخلف بنت، ممكن واحد تاني يكون ابنه فحل عن ابنك ويجي يبوس اللي يبوسه، ويجي واحد يعلم عليها وعليك. ولو انت قلت عالي فانت كده دخلت طريق تاني خالص. لو انت موافق على الموضوع انت كده في طريق تاني خالص. انت بتتريق على الست وعلى طريقه نطقها، هو ده اللي شغل دماغكم؟ الراجل اللي قاصف للجبهات والست مش عارفه تنطق. لكن البت الصغيره اللي حصل فيها موقف زي كده والواد اللي عنده مشكله نفسيه، لا 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 لا, لا. عادي عادي عادي، مش دول اساس الموقف. لا، الست مش عارفه تنطق، الجمله بتعمل كوميكس. الراجل واو رهيب، ده اللي بيقول اللي عنده معزه يربطها. ياه، شبه البت بالمعزه. موضوع مضحك جدا الصراحه، انا مش قادر ابطل ضحك. ده وش المضحك، مش شايفين عمال تهزم الضحك؟ نصيحه للناس اللي زادت في الموضوع، بالله عليكم بالله عليكم بطلوا تزيدوا في اي حاجه، بطلوا تحلوا في الوحش، بطلوا تحبوا الناس الوحشه، بطل نشهر الوحش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.